خناقة بسبب غسيل المواعين. واحدة بتقول يا جماعة أنا لسه متجوزة من 2.5 بس، وامبارح كنت معزومة عند حماتي، ودي أول مرة بعد الجواز تعزمنا وهي لوحدها لأن بنتها مش معاها، وكنت بساعدها في كل حاجة في تجهيز السفرة وتقديم الأكل وكده. وقبل ما نمشي جوزي قال لي ادخلي المطبخ اعملي المواعين. دخلت المطبخ، راحت هي دخلت ورايا وقالت لي بتعملي إيه؟ قلت لها عايزة ألم الدنيا معاكي. قالت لي لا خلاص تعالي اقعدي ما تعمليش حاجة، أنا هعملهم بعدين رحت خارجة عادي. راح جوزي اتعصب وزعل وقال لي انت خرجتي ليه؟ قلت له هي مش عايزاني اعمل لها حاجة. راح اتعصب وقال لي يلا نمشي، وطبعا زعلان مني اني ما مسكتش فيها جامد اني اغسل لها المواعين وكده. وطول اليوم متجاهلني خالص، حتى بالليل لما حضرت العشاء قعد ياكل لوحده وما قاليش حتى يلا كلي معايا مثلا. واليوم اللي بعده راح بايت عند مامته، وانا رحت ابات عند مامتي، واتصل بيا وقال لي انت ما عندكيش ذوق ولا اتيكيت ولا بتفهمي، وتعلمي الذوق من مرات اخوكي. للعلم هو بيقول كده علشان كان معزوم عندنا مره وشافها بتغسل المواعين. المهم بيقول لي انا ما صفتش وشايف انك غلطانه 100%. دلوقتي مين اللي غلطان بجد؟ انا عايزه اعرف. يعني هل انا فعلا مطلوب مني اعمل المواعين لو انا لسه عروسه ولسه ما خدتش على بيت حماتي يعني او على مطبخها ولسه ما اتعودتش عليهم كعيله اصلا، ولا ايه؟ برضو انا مش فاهمه.